انت من الناس اللي كانوا فاكرين ان شاكر محظور دلوقتي مستحيل يتقبض عليه، فاحب اقول لك ده ما حصلش، والتهم اللي اتوجهت ليه مش تهم بسيط، وشاكر كان من الشخصيات اللي دمها خفيف واللي كان بيساعد الشباب، بس اتقبض عليه في كافيه في التجمع هو ومدير اعماله سعدني. المفاجاه لقوا معاه مسدس ما كانش مترخص وكميه من الحشيش والايس، والاغرب اعترف ان هو بيتعاطاه. بس هنا في حاجه، شاكر مش بيبان عليه ان هو بيتعاطى مخدرات وبالذات زي مخدر الايس، لان انا مفروض بعمل فيديو في الفتره دي بتكلم فيه عن انواع المخدرات وازاي تخرج منها، وان المفروض تاثير الايس ده يبوظ الجهاز العصبي وبيبهدل اللي بيشربه وبيخلي شكله مش تمام، وده احنا مش شايفينه على شاكر. في تهمه برضه كبيره هو فيها اللي هي غسيل الاموال. مش شاكر بس هو اللي اتقبض عليه، ده في مداهم وسوزي وعلياء قمرون وغيرهم كتير. لو عايز تعرف التفاصيل كلها هسيب لك لينك الفيديو كامل في اول تعليق.